المقتدى نحن أنصار حسين العصر حفيد الإمام الحسين، ولن نتراجع والله قسما بالحسين لن نتراجع عن نصرة المقتدى حتى يقطعون أربا أربا. فليسمع الإطار ويزيد وأتباع يزيد. والله لن نخذل للسيد القائد كما خذلوه في كربلاء، ونقول لبيك لبيك يا حسين، لبيك لبيك يا حسين. اليوم هو يوم العاشر من محرم الحرام مكان. هسه أنت شنو شعورك وأنت الآن في مجلس الشعب مجلس النواب؟ أحسن. اليوم السيد القائد المقتدى وهو صرح تصريح رسمي وعام يكون العالم الداخل والخارج يفهم القضية إنه يقول أنا حفيد الحسين وأنا حسين العصر، فمن نصره فقد نصر الحسين ومن خذله فقد خذل الحسين. فنقول له يا سيدي يا أيها القائد المقتدى أنت حسين العصر، هناك لم نكن موجودين في كربلاء، الآن موجودين في هذا الزمان، ننصرك يا حسين ولن نتركك، وحق أمك الزهراء وحق أمك الزهراء معك إلى أن ينقطع النفس. وقولوا جميعا لبيك لبيك مقتدى، لبيك لبيك مقتدى، لبيك لبيك مقتدى، لبيك لبيك مقتدى. موفق. سماحة السيد هو اليوم قال ألا من ناصر ينصر. أحسنت. اليوم قال القائد، هي سبحان الله هي ثقوا بالله، اسمعوا يا شباب، هذه رسالة لجميع العالم للداخل والخارج. يقول أنا أقول لكم في يوم استشهاد الحسين جدي الحسين، أقول لكم هل من ناصر ينصرنا؟ يعني اللي ينصر السيد اليوم في هذا اليوم هو نصر الحسين في ذلك اليوم، وليس هؤلاء القابعين في جحورهم ويأكلون التمن والقمع. على شنو حبيبي؟ أنت لازم تجي للساحة، تنزل في طف كربلاء. الآن نحن نازلون في طف المقتدى ونقول له لبيك لبيك يا حفيد الحسين، لبيك لبيك يا حفيد الحسين، لبيك لبيك يا حفيد الحسين، لبيك لبيك. نسأل الله بحق الحسين بمصيبة الحسين أن يثبتنا، لأن هذا الطريق صعب أخواني، هذا الطريق صعب. ثقوا بالله من أول يوم السبت عندما هجمنا على الخضراء غسل الشهادة انتهت حبيبي. احنا يا أما ننصر الحسين حقيقة يا أما فقط كلام. الآن هو طريق الحسين، هذه نصرته. وأبشركم إني رأيت كثيرا من الرؤيات، وفي الحقيقة إن هذه الثورة منصورة بإذن الله بإذن الله بإذن الله على يد القائد المقتدى، وهو الممهد لدولة العدل الإلهي، دولة الإمام الحجة بن الحسن. فنقول له أيها المنتظر يا صاحب الزمان إن المقتدى حفيدكم نصركم فانصروه ببركة الصلوات بأعلى الأصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم وانصر ولدهم. مقتدى 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 يا الله يا محمد يا علي يا مهدي انصرنا. الله والديك أخذنا من وقتك يا طيب.